قال بيقول لك ايه؟ بيقول لك المولد بدعه، الاحتفال بسيدنا النبي بدعه. طيب احنا عايزين نحتفل بسيدنا النبي، انتوا زعلانين ليه؟ ده النبي نفسه احتفل في عيد ميلاده. النبي كان بيصوم كل يوم تنين، فسألوه الصحابة قالوا له يا رسول الله انت بتصوم يوم التنين ليه؟ قال لهم ذلك اليوم ولدت فيه. ويجي لك واحد مش فاهم اي حاجة من اي حاجة بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل محدثة بدعة، وانت يلي تحتفل في عيد سيدنا النبي ده انت مبتدع مشرك. احنا بنفرح ان احنا بنفرح في اليوم دوت، في اليوم دوت احنا بنجتمع على حب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بنوزع صدقات للمساكين في الشارع، نلتم في المسجد بنقرا سيرة سيدنا النبي. بقعد انا ومراتي وعيالي ونقعد نقرا سيرة سيدنا النبي. انت زعلان ليه؟ انت مش عايز تفرح في اليوم ده، ما تفرحش. وانت جاي تقول لي المولد بدعه؟ ده النبي شاف اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، قال لهم بتصوموا يوم عاشوراء ليه؟ قالوا له ذلك يوم نجى الله فيه موسى، قال لهم نحن احق بكم من موسى، والله لأصومن التاسع والعاشر. يا سيدنا النبي يا جدعان، خلي الناس تنبسط، خلي نوري للناس في اوروبا حبنا للنبي محمد. ده السنه اللي قبل اللي فاتت قعدوا الغرب بيقولوا هم مالهم المسلمين بيحتفلوا في اليوم ده، هو فيه ايه؟ مين محمد ده اللي بيحتفلوا فيه؟ راحوا قروا عرفوا مين محمد ده. بيقول لك اسلموا 200,000 200,000 اسلموا. ويجي لك واحد بيقول لك وكل محدثة بدعة. بيقول لك لو كان النبي، بيقول لك لو كان احتفال النبي حلو كان الصحابة احتفلوا في النبي. هو انتوا هتحبوا النبي اكتر من الصحابة؟ احنا هنحتفل في عيد ميلاد نبينا، وهنحتفل وهنفرح وهنزين وهنعمل زينة، انتوا مالكم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يا فوز المستغفر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد بأنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد. ثم أما بعد، أيها السادة، في هذا الشهر المبارك في كل عام من هذا الشهر يخرج إلينا هؤلاء المبتدعة ويقولون ما رأيكم بالاحتفال بمولد النبي؟ أي مولد هذا؟ أي مولد هذا الذي تريد أن تحتفل به؟ هل أنت تحب النبي أكثر من صحابته؟ هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان بمولد النبي؟ هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان بمولد النبي؟ هل أنتم تحبون النبي أكثر من أصحابه؟ هل احتفل التابعون أو الصحابة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا من تدعون حب النبي، لو كان حبك للنبي حقيقيا لطبقت أوامره واجتنبت نواهيه. في كل عام يخرج إلينا هؤلاء الصوفية وغيرهم من المبتدعة ويقولون ما حكم مولد النبي؟ من أين اخترعتم هذه المولد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. أيها الناس اسمعوا كلامي وعوا منطقي، عليكم بمحاربة هؤلاء المبتدعة. هل أنتم خرجتم لتكملوا لنا الدين؟ هل أنتم أتيتم لتكملوا لنا هذا الدين؟ الدين انتهى، انتهى التشريع منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يحتفل بميلاد النبي هو مشرك. نعم نعم، كما أقول لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يا فوز المستغفرين. احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شرك، هو من الكبائر، هو من الكبائر. النبي لم يحتفل بهذا المولد،
أبو بكر لم يحتفل، عمر لم يحتفل، عثمان لم يحتفل، لماذا تحتفل في عيد مولد النبي؟ من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ قل لي من أين أتيت بهذا؟ قل لي أسمعك. النووي؟ من النووي؟ من هو النووي؟ تقول لي الإمام النووي. من هو النووي؟ من هو أبو حنيفة؟ من هو السيوطي؟ من هو ابن حجر؟ من هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء مبتدع لا يعرفون أين ربهم. الإمام النووي لا يعرف أين ربه، ابن حجر لا يعرف أين ربه، الإمام الذهبي لا يعرف أين ربه. هؤلاء الجهمية الأشعرية الوهمية الدعشرية لا يعرفون أين ربهم، لم يسمعوا بحديث الجارية، لا يعرفون أين ربهم، ويريدون أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد من هؤلاء عالم، أنا العالم فقط، أنا خذوا العلم مني، أنا محمد بن شمس الدين، خذوا العلم مني، أنا من عشيرة البقارة من دير الزور، خذوا العلم مني. لا تقل لي الإمام النووي، لا تقل لي من أبو حنيفة، من هو مالك، من هو الشافعي. هم رجال ونحن رجال. هم رجال ونحن رجال. نعم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد بأنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد. ثم أما بعد، أيها السادة، في هذا الشهر المبارك، في كل عام من هذا الشهر يخرج إلينا هؤلاء المبتدعة ويقولون: ما رأيكم بالاحتفال بمولد النبي؟ أي مولد هذا؟ أي مولد هذا الذي تريد أن تحتفل به؟ هل أنت تحب النبي أكثر من صحابته؟ هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان بمولد النبي؟ هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان بمولد النبي؟ هل أنتم تحبون النبي أكثر من أصحابه؟ هل احتفل التابعون أو الصحابة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا من تدعون حب النبي، لو كان حبك للنبي حقيقيا لطبقت أوامره واجتنبت نواهيه. في كل عام يخرج إلينا هؤلاء الصوفية وغيرهم من المبتدعة ويقولون: ما حكم مولد النبي؟ من أين اخترعتم هذه المولد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. أيها الناس، اسمعوا كلامي وعوا منطقي، عليكم بمحاربة هؤلاء المبتدعة. هل أنتم خرجتم لتكملوا لنا الدين؟ هل أنتم أتيتم لتكملوا لنا هذا الدين؟ الدين انتهى، انتهى التشريع منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يحتفل بميلاد النبي هو مشرك. نعم نعم، كما أقول لكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يا فوز المستغفرين. احتفال